امتى لما اجي اشتغل في شركة او في وظيفة اقبل بمرتب اقل من اللي انا كنت محتاجه او اللي انا عايزه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده هنتكلم عن ان لما يجي شاب يروح يشتغل في شركة امتى يقبل بمرتب اقل من اللي هو كان رايح اصلا في مخيلته او معتقد ان هو ياخده. كتير من الشباب بيجي يشتغل في شركة او في مؤسسة بيلاقي المرتب اقل فبيمشوا، وكتير منهم بيلاقي المرتب قليل فبيفضلوا. امتى بقى امشي وامتى افضل في المؤسسة واكمل في الشغل لو كان المرتب ده قليل؟ بوافق على المرتب القليل في الحالات اللي هقولها دي. رقم واحد، انك تكون خبرتك في المجال اللي انت رايح تشتغل فيه قليلة. رقم اتنين، ان يكون مهاراتك المرتبطة بالوظيفة دي برضو ما هيش عالية قوي. رقم تلاتة ودي المهمة جدا، ان يكون المكان اللي انت رايح تشتغل فيه او المؤسسة دي فيها مميزات كتيرة جدا بخلاف المرتب. طيب ايه المميزات الكتيرة بخلاف المرتب؟ زي مثلا ادارة كويسة، تخطيط جيد، رؤية ورسالة للمؤسسة واضحة جدا للتطوير والنمو بتاعها، تأمين وضرايب وبدلات بدل سكن وبدل غذاء، وفي حوافز وفي مكافئات. رقم اربعة، انها تكون براند كبير تفتخر اصلا انك شغال في مؤسسة او في كيان زي ده. رقم خمسة والمهمة جدا بقى، انك تكون هتستفيد وهتكتسب خبرة في المكان ده كبيرة، هتفرق معاك بعد كده في اي مكان انت هتروحه، او هتفرق معاك في اي نشاط انت هتفتحه خاص بيك. دي اهم النقط اللي تخليك تشتغل في مكان بمرتب اقل من اللي انت كنت متوقعه او متخيله، لكن مش اقل قوي برضو علشان متطلبات المعيشة والحياة الخاصة بيك. ارفض بقى اشتغل بالمرتب ده امتى؟ ان تكون كل المهارات وكل العناصر اللي احنا قلناها دي اصلا كانت متوفرة في شغلانتك الاولانية قبل كده، او العناصر اللي احنا قلناها دي اصلا متوفرة في شخصيتك، وتقدر ان انت هتفيد المكان بشكل اكبر، ومهاراتك وخبراتك وشغلك اللي انت هتقدمه اعلى من المرتب بكتير اللي انت هتاخده. ففي الحالة دي ما بتوافقش على المرتب علشان ما تظلمش نفسك وتظلم غيرك اللي هو هيجي يشتغل بعدك بعد كده وتلاقي خد نفس المرتب ده. علشان تخلي المؤسسة يكون عندها وعي في موضوع الظلم في المرتبات، او يكون عندها وعي وتفرق ما بين المستويات والخبرات اللي راح تشتغل معاها، وتعرف تحدد المرتبات المناسبة مع الناس. اتمنى يا رب تكونوا استفدتم من الحلقة، ويا ريت تدعمونا بلايك للفيديو وعمل سبسكرايب للقناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. واتمنى متابعتكم لبرنامج نصايح في البيزنس على قناة بزنساوي سويد، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.